في الفيديو بتاع النهارده هتشوفوا اكبر سمكه في العالم، وكمان هنعملها لكم في اجواء شاعريه وفي الطبيعه الخلابه، ومش هتصدقوا ام عز عملت ايه. بجد صدمتني يا جماعه. بس قبل اي حاجه عايزك تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتتفرج عشان كانت صدمه بجد. صحيت النهارده يا جماعه نفسي هفاني على السمك بطريقه مش طبيعيه، هموت واكل سمك باي طريقه. وزي ما انتوا عارفين انا حامل في الشهور الاولى، فكل يوم بصحى نفسي في حاجه مختلفه، نفسي في حاجه شكل. فقلت لا انا لازم اقوم اصحي احمد عشان يتصرف ويجيب لي سمك باي طريقه. اصحى يا احمد، من الصبح جعانه وعلى لحم بطني، وانت عارف ان انا حامل وفي الشهور الاولى وبتوحم، ونفسي هفاني على سمك، نفسي في سمك. بقول لك نفسي في سمك. استغفر الله العظيم يا رب. سمك ايه على الصبح؟ انت عارف ان انا حامل وفي الاول وبتوحم، قوم يلا عشان نجيب سمك. هتنام ايه؟ اصحى بس كلمني زي ما بكلمك. ايه؟ بقول لك عايزه اكل سمك سمك سمك. طيب يلا تعالى ورايا. حاضر يلا هفوق بس. بقول لك جعانه جعانه جعانه. طبعا اهم حاجه عندي رضا ام العيال، عشان كده قمت طيران على اسماك ابو عمار. وطبعا ده عالم من اعلام بتوع السمك اللي في طنطا، شارع محمد فريد وشارع انور، وعنده كل انواع السمك من الابره للصاروخ حرفيا. وانا اخترت السمكه الكبيره جدا دي واستنيت لحد تاني يوم. وطبعا يا جماعه انا جبتكم في الاجواء الشاعريه ديت جنب البحر عشان نعيش الاجواء بتاعه السمكه البلطي، لان هي سمكه البلطي بتبقى جايه من ميه البحر ده. السمكه ديت احنا وزناها لانها تقريبا 6 كيلو وشويه، يعني حوالي 7 كيلو. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله السمكه ليها اسنانها اهي وحاميه جدا، سمكه كبيره ما شاء الله، وعمرها يزيد عن ال 50 سنه. نوع السمك دوت الحجم ده ما بيجيش الا من اسوان، من صعيد مصر. بس هنقول بسم الله وهنبدا مرحله التنظيف. طبعا هي كبيره يا جماعه، ناشفه شويه، تنظيفها صعب، بس هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننضفها. انا متفق انا وام عز طبعا ان انا مرحله التنظيف وهي هتبقى مرحله التسويه، يعني هي اللي هتسويها باذن الله. هننضفها ونرجع لكم تاني. A few moments later. طبعا يا جماعه دي كانت صعبه عليا شويه، فام عز عملتها. المشكله ان هو قال مرحله التنظيف عليه وانا اللي هحمرها، فمش عارفه ليه بيدبسوا. هي دي بس بس ايه بس دي بس اللي هتنضفيها ام عز. بصوا يا جماعه دلوقتي احنا بنغسل السمكه، انا بعمل لاحمد الميه وهو بيغسلها. بقت حته قشطه زي ما انتم شايفين كده، بقت نضيفه خالص اهي. نضفنا بطنها وراسها وكله. دلوقتي هندخل على مرحله التتبيله. قبل اي حاجه اعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا كومنتات كتير وادعمونا، لان انا تعبانه جدا الفيديو ده. بص على فكره بتاعتي تقيله جدا والله العظيم. ايه يا عم عمرو بيبص علينا؟ نروح الادغال عشان نصور لكم السمك البلطي العملاق. انا عايزه اقول لكم احنا صايدين السمكه من الميه اللي ورانا دي، فانت لازم نصطادها بايده كده. لازم تقدروا مجهودنا. اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. حاسب يا استاذ احمد لا السمكه توجع مني. احسن تطين. احنا لسه غاسلينها. مرحله التقطيع هنقطعها عشان هنتبلها. جزل عشان ايه؟ لما تنزل في الزيت تستوي كلها والزيت يغلفها من كل النواحي. ايوه لان هي حجمها كبير فخايفين ان هي ما تستويش. لو عملناها وهي سليمه فعلا ممكن ما تستويش. اعتقد كده افضل، صح؟ لا طبعا ما كده زي ما انت كده افضل. عظمها ناشف يا جماعه، سمكه عمرها اكتر من 50 سنه، طبيعي يبقى عظمها ناشف، يعني عايشه في البريه بقالها كتير. بصوا احنا بنتبهدل قد ايه يا جماعه، شايفين البهدله اللي احنا فيها؟ كل ده عشان خاطر عشان تدوقوا السمكه. اي نعم مش هتدوقوها، بس طالما احنا دقناها كأن كنتوا دقتوها بالظبط. قول لي جمله مفيده عشان افهمها. طبعا يا جماعه كده فتحنا السمكه زي ما انتم شايفين كده، فتحات دي اللي هي من هنا كده، خش لها التتبيله جوه عشان تستوى، اللحم من جوه يستوى، لان هي طبعا سميكه زي ما انتم شايفين كده، فلازم نفتحها من بره عشان الزيت يوصل لكل حته جوه والتتبيله توصل كل حته جوه. دلوقتي طبعا ام عز عامله لنا التتبيله وهتظهر مكوناتها قدامكم على الشاشه، يا اما ام عز هتقولها لكم دلوقتي. هقولها لكم اسهل، هتقولها لكم بالبق وهتظهر برضك المكونات قدامكم على الشاشه عشان مع الخيبه والويبه. ابتدي. عشان اللي عايز يعمل سمكه كبيره زي دي عندها اكتر من 50 سنه يقدر يعملها لوحده في البيت من غير ما يحتاج اي حاجه. طب ما تقولوا لنا بقى، قول لنا يا معلم احمد. فاحنا هنعرفكم دلوقتي سر الصنعه. اخرس خالص، اقعد ما تتكلمش، انا بس اللي اتكلم. يا رب نفسي اتكلم كلمتين. اتفضلي بقى. انا كنت عايز اقول لهم بس عايز اعرفهم سر الصنعه. اتفضل قلتها. بس خلاص. ايه ده؟ لسه فندي على الشجر. بص احمد كنت تسرق لنا سرقه حرام. عمري ما اسرق. احمد جبت واحده يا حراميه. بص بقى التتبيله الشقيه لكل ايه الاسماك المقليه لكل العشاق. يا ابني بقى
انا بس اللي اتكلم. لكل عشاق بلد. يا ابني كان في وزن وقافيه في الموضوع، انت ليه كده؟ انا بس اللي اتكلم. هاتي غطا طيب وانت حطها على الارض ليه عشان ما يتبهدلش. اتفضل. بص طبعا احنا فتحنا السمك ده عشان التتبيله تدخل جوه وعشان تساعد في السوا. بصوا بقى انا هعملها بايدي لان احنا نسينا نشتري جلوفزات ونسينا نشتري معالق، فايه كده احنا اللي هناكل انا في وسط او الخلا بصراحه. اهلنا هياكلوا يعني مش عارفه بالظبط. يا رب اهلنا لو كلوا ما يشوفوا الفيديو ده. او حتى لو كلوا مش هيشوفوا الا بعد ما الفيديو يكون نزل. يكونوا كلوا خلاص. عظيم بيمين ابدا لاكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. التتبيله نسينا نقول التتبيله ايه. ما تقولي بقى وانت بتحطيها. بصوا يا جماعه التتبيله دي توم. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ توم كتير بقى وكمون كتير وكزبره كتير، ده اهم 3 حاجات. وليمون بقى على سقطه خل، ما تزودوش الخل عشان ما يهريش السمكه ماشي. بس كده توم وليمون وكمون وخل. والشطه اللي هي الحمراء دي ماما طب بتعملها. الكميات ما اعرفش ماما تفاصيل بتعملها إزاي. الكميات. على قد السمك وايه اللي تفاصيل الكميات واي كلام وخلاص. انت عايز تعمل اي حاجه. ايوه يعني ايه بيتحط على ايه؟ 5 فصوص توم مثلا لو انت هتعملي حاجه صغيره، 5 فصوص توم وكمون، شويه كمون، شويه ملح وشويه كزبره وليمونه او ليمونتين ونص معلقه خل. نهتم بس ان التتبيله يا جماعه توصل جوه ايوه جوه انا حتى الفتحات. فتحت ديلها من هنا كمان اهو. تبل برضو يا احمد من بره القلب كده اهو ومن القلب اهو. ماشي. تبل اعمل لها مساج كده من بره. ازاي هتعملي ملوخيه رق الست المصريه؟ ايه ده؟ بصوا دي تومه ما اتفرمتش، مش مشكله. ده التوم كله مش مفروم. انت هتمثلي شكلك قطعتيه اي كلام كده. والله عملته بالهاند بلندر اقسم بالله يا ابني. بص انت سايب حته مش متبله يعني. متبل لا كله. والله. طب اهو بصوا كان سايب دي انا اللي حطيت فيها. معلش انا اسف انا اسف. يلا حطي على الصينيه. يا جمنيه ربع كيلو كنافه. في السمكايه لازم السمكايه تبقى ايه متكفره بالدقيق كده. متكفره يعني ايه؟ يعني متغطيه. اللي ما بيفهمش انجليزي قد كده يعني. A few moments later. معلم احمد طبعا اللي ما يعرفش، احمد كان شغال بتاع انابيب قبل كده، كان بياخد الانبوبه على كتفه ويروح بيوت يغير. ايوه بدل انبوبه الغاز الانبوبه الجديده الانبوبه القديمه الانبوبه المتوسطه يا ابله. هو متمكن جدا ما شاء الله عليه. بس اي حد يغير الانبوبه، انبوبه بوتاجاز، انبوبه سخان، انبوبه اكسجين، اي انبوبه ابله. ده حبيبي ما عرفتش انبوبه الاكسجين ده غير لما ابنك تعب من كام يوم. ربنا يشفيه. يا ريت كلنا ندعي له في الكومنتات ربنا يشفيه. يا رب الرحمن. طبعا الاستفندي اللي هناك ده هو ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. هروح اخد واحده دلوقتي ويا رب ما حد ياخد باله ولا حد يعرف. انا خايفه قوي. خايفه يكون عمو صاحب الارض قاعد متربص ومستخبي يشوف لو حد هيسرق. هي مش سرقه والله يا رب سامحني. طب اعمل ايه؟ اخد واحده واحط 10 جنيه مكانها ولا او في كلاب خايفه. استر يا رب. هي دي عليها الحاجات اللي عليها صغيره فانا كنت عايزه اروح عند الكبيره. معلش مش عارفه اوصل لها ولا ايه. الكبيره اصلا سوق قوي. استفندي. استنى اما نجرب. تعالوا نطلع نجرب بره بقى عشان ما حدش يقفشنا. نعم جبت واحده يا حراميه. لسه مش مستويه اصلا. لا مستويه ايه ده جميله ما شاء الله. بصوا يا جماعه طب ما ترميش القش تحتينا بقى عشان ما حدش يكتشف. ايوه يا جدعان لو صاحب الارض بيشوف الفيديو ده يا ريت يسامحنا عشان سامحني يا عمو في الاستفندية دي. لا قوه الا بالله. طب ليه ما اشتري لك؟ انا كنت عايزه الشجره تشتري. اقلعي الشجره وناخدها. ايه ده؟ في حد شايفنا ولا ايه؟ دلوقتي بقى هنجرب ندوقها. هي اصلا اتوسخت شويه بس ايه بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شايف الواد في السماء والسماء عليه. وربنا تحفه. دوق كده. ده بلدي. دي ايه دي؟ لا قوه الا بالله. طب ليه ما اشتري لك؟ ده بلدي ده بلدي ده بلدي ده بلدي. حلو قوي. بس طعمها توم. من ايه دي؟ حياه الريف دي رائعه يا جدعان والله اقسم بالله. حياه الريف دي جامده جدا جدا جدا. دلوقتي يا جماعه بعد ما احمد ركب لي الانبوبه هنبدا بقى ان احنا نحمر السمك. ممكن تجيب لي الصينيه بعد اذنك؟ انا ولع لي قلنا لكم هنا عشان لما اجي اقعد هنا اقع في البتاعه دي فيخلص مني. وريني كده الاضاءه عشان اهم حاجه المتابعين بتوعنا. ولع الكلام. ايه شايفين ازازتين مش هيكفوا ولا ايه؟ لا خلي بالك ان احنا عايزين النار تبقى متوسطه عشان السمك يستوي. بس كفايه. استنى بقى ايه الزيت يقدح الاول. طبعا يا جماعه دي شجره بقى لها اكتر من 120 سنه في نفس المكان ده. بسم الله ما شاء الله. دي شجره توت وبتطلع بقى ثمر في الموسم بتاع التوت بيبقى ايه خرافه. بصوا حجمها عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. وهوريكم دلوقتي واحده شبهها كده بس مجوفه. سبحان الله
بصوا عامله زي البيت. دي بقى اكبر منها في العمر يا جماعه، وبقى لها زمن اكتر من الثانيه كمان. تعالوا بصوا من هنا مجوفه. بصوا سبحان الله. تعالوا خش كده جوه. بصوا اوريكم الشجره من جوه عامله ازاي. الجوافه مفتوحه من جوه لحد فوق خالص. انا حلمي من وانا صغير ان انا اعمل بيت الشجره. لو الفيديو ده جاب 100,000 لايك هعمل لكم الفيديو اللي جاي بيت الشجره. هنبني بيت في الشجره. تعالى احنا هننقل كل حاجاتنا هناك طبعا بقى. مضطرين ان احنا ننقل عشان هنا الدنيا شمست فالاضاءه مش احسن حاجه. هناك في الظل جميل. اللي بيصورنا حابين نشكر محمد اللي بيصورنا، اخو معز. سيبي اخو مراتي قلب البابا ده بتاع قلب البابا. خلي بالكم البتاعه دي عشان حاساها خطر. طبعا يا جماعه اخونا محمد حسني الشاب الوسيم موت. نور الدنيا يا محمد. يلا ركزوا معايا بقى عشان قول للناس تعمل لايك بقى وسبسكرايب. اعملوا لايك وسبسكرايب واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان هتشوفوا فيديوهات موت الموت. طبعا يا جماعه بنظبط السمكه بالدقيق زي ما انتم شايفين اهو. اهي 3 قطع لازم بس يبقى كلها متدققه. استنى احنا هنحط واحده واحده. هنحط دي اول بس واحده. وري الناس السمكه ان هي ايه على وضعها. المفروض تبقى وضعها ايه كده زي ما انتم شايفين كده. ركبي الجزء الديل ركبيه على السمكه اهي. يلا بينا ننزل. عايزين نتاكد من الزيت الاول قدح ولا لا. في طريقه بقى يا جماعه مبتكره. بصوا انا بهدلت ازاي. اللي مش هيعمل لايك على الفيديو ده هطلع له في الاحلام. طبعا يا جماعه الطريقه المعتمده عشان نشوف الزيت قدح ولا لا هي الطريقه اللي انا هوريها لكم دي. شويه ميه في ايدينا كده نقوم ايه لسه ما سخنش قوي. هنضطر نستنى شويه ماشي. خليكم معانا. يلا يا اخواتي دلوقتي هنشوف الزيت قدح ولا ما قدحش. حط شويه ميه في ايدينا كده اهو. ولع. ده الزيت موحوح على الاخر. خش عليا يلا. بصوا يا جماعه في واحده استوت وطلعناها. هنحط بقى ايه دي مكانها. بسم الله. الريحه تحفه بجد، بس هي خدت وقت كبير قوي في السوا. بسم الله. A few moments later. زي ما انتم شايفين كده ده الشكل النهائي بعد ما عملناها. طبعا انتوا شفتوا المجهود الرائع اللي احنا عملناه، وانا متوقع ان شاء الله ان الطعم هيكون خرافه خرافه خرافه. هنجرب مع بعض. وطبعا ام معز ما نسيتناش وعملت لنا ايه طبق السلطه الجميل ده زي ما انتم شايفين. تعالى يلا ام معز مش هتيجي تجربي معايا؟ ايوه جايه. خايفه نقع بس بظهرنا والله. طبعا يا جماعه احنا هندوق لكم. انتوا كل اللي عليكم انكم تعملوا ايه لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واحنا بندوق بالنيابه عنكم ونقول لكم الطعم حلو ولا وحش. ماشي. يا رب تكون مستويه. انا خايفه قوي تكون مش مستويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا نسينا نجيب معالق فهناكل بقى بايدينا مضطرين. تعالى قرب كده هات لي التفاصيل بتاعت اللحم الابيض. بسم الله ما شاء الله. يا بسم لهوي الله. دايبه دوب. والجو شاعري بجد جميل تحفة. قوي 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 بجد. حلوه قوي مستويه. طبعا بصوا اصلا لحمها عامل ازاي. دي حته صغيره خالص يعني دايبة. فصوص. مع الرز الاحمر الصياديه بقى. خد حته سلطه مع حته برتقانه بقى. الله طب الله. خد بقى عصره الليمونه دي. طبعا اللي واقف يصور يا جماعه ريقه بيجري. انا شايف ريقه من هنا اهو. طبعا يا جماعه مصوراتي لازم ما ننساهوش عشان مصوراتي ده اهم حاجه. لو مصوراتي شبعان ورايق بيظبط التصوير. فانت ايه هتدوق دلوقتي. يلا قول لنا رايك ايه بصراحه مش عايزين ايه نفاق. محمد حسني يا جماعه اول مره يظهر معانا في فيديو على اليوتيوب، ثاني مره يظهر معانا في فيديو على اليوتيوب. انا عايز الناس تكتب لي في الكومنتات اول مره يظهر ولا مش اول ولا ثاني مره ولا ثالث مره عشان انا مش فاكر بالظبط. بس عايزكم كلكم تكتبوا لي تقولوا لي هو كام مره يظهر. السمك المطروشات ده مطروشات مقتولات بس. تسلم ايدك يا معلم. طبعا هتشوفوا محمد معانا في فيديوهات تانية كتير باذن الله. احنا ما شاء الله الله اكبر قاعدين عليها 3 ميتين من الجوع ولحد دلوقتي مش عارفين نخلصها. خلصنا فيا ريت واحدة تتفضلوا تيجوا تاكلوها معانا يا ريت يعني. نشوفكم في فيديوهات تانية كتير ونقفل الفيديو على قد كده. حابين نشكر كل الاشخاص اللي تابعوا الفيديو لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي دي. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشجعنا نعمل لك فيديوهات اكتر. نشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب ونوصل ل 100 مليون مشترك.